أهلا بيكم. النهاردة هنبحث في مجموعة مصادر متنوعة، أخبار ومنشورات سوشيال ميديا، كلها بتتكلم على التجربة الصحية الصعبة اللي مر بيها مؤخرا الطفل آدم. هو ابن الفنان تامر حسني والمغنية بسمة بوسيل. المهم هنا إننا نحاول نفهم إيه اللي حصل بالظبط وإيه الرسائل اللي طلعت من التجربة دي زي ما وردت في المصادر اللي قدامنا. أكيد. هي قصة الصراحة لافتة جدا، لأنها بتمس عيلة معروفة وفي نفس الوقت بتتعلق بصحة طفل صغير. وده بيخلينا نشوف إزاي الأهل والجمهور بيتفاعلوا مع أزمات زي دي، وإزاي التفاصيل دي بتتنشر ساعات قدام الناس كلها. الموضوع بيتجاوز مجرد خبر، لا خلينا نقول دراسة حالة صغيرة للتفاعل الإنساني والإعلامي مع بعض. فعلا، والمصادر اللي شفناها فيها تفاصيل ممكن نقول مقلقة. آدم وعنده بس 6 سنين مر بأزمة صحية المصادر وصفتها إنها كانت حرجة، والسبب زي ما اتقال كان انفجار مفاجئ في الزايدة الدودية. الغريب بقى أو المثير للدهشة إن البداية كانت بسيطة قوي، مجرد حرارة عالية شوية، يعني حاجة بتحصل لكل الأطفال تقريبا. دي نقطة مهمة جدا. لكن الوضع اتطور بسرعة، والموضوع احتاج تدخل جراحي مرتين، وكان دقيق جدا. وهنا بقى نوصل لواحدة من أهم النقط اللي ركزت عليها المصادر: التحذير اللي وجهه تامر حسني بنفسه بناء على التجربة القاسية دي. المصادر بتبرز إنه أكد جامد جدا على فكرة إنه ما ينفعش نستهتر بحرارة الأطفال المرتفعة أبدا، ووصف الزايدة إنها ممكن تكون خادعة، أعراضها ممكن ما تكونش واضحة، أو زي ما الكتاب بيقول صحيح. والملفت كمان في تفاصيل التحذير ده زي ما ورد في المصادر إن التشخيص نفسه احتاج فحوصات دقيقة ومتكررة. ذكروا تحديدا السونار، وكمان فحص بطني معين ليه طريقة ضغط خاصة كده. ده بيدي بعد عملي للتحذير، مش مجرد كلام عام وخلاص. بالظبط. النقطة دي مهمة، مش بس التحذير في حد ذاته، لا، ده كمان ازاي تجربة شخصية لشخص مشهور ممكن تسلط الضوء بشكل قوي على صعوبة تشخيص حالة طبية ممكن تكون معروفة بس لسه فيها خطورة. وممكن التحذير ده اللي جاي من تجربة حقيقية ومعاناة يكون تأثيره أكبر في زيادة الوعي أكتر يمكن من النصائح الطبية العامة، خصوصا لما تكون الأعراض في الأول تبان عادية جدا. تمام. وبالرجوع لتسلسل الأحداث زي ما المصادر بتقول، فبعد العمليات آدم مرت فترة صعبة دخل فيها العناية المركزة كمان. كان في مضاعفات بعد الجراحة، لكن الأخبار اللي جت بعد كده ومنها بوستات لبسمة بوصيل نفسها أكدت إنه خرج من المستشفى الحمد لله، ورجع البيت عشان يكمل علاجه هناك. وفي وسط كل التطورات دي ظهر جانب تاني بقوة في المصادر: الامتنان والشكر. تامر حسني وبسمة بوسيل وحتى والدة بسمة السيدة خديجة رحموني، كلهم وجهوا رسائل شكر متكررة ومؤثرة على حساباتهم. أيوة، الشكر ده ما كانش بس للجمهور والأصدقاء اللي كانوا بيدعوا ويساندوا نفسيا، لا، ده امتد كمان بشكل خاص ومفصل قوي للطاقم الطبي. دي حقيقة. والمصادر نقلت إن تامر حسني ذكر أسماء دكاترة معينين ومستشفيات بالاسم، زي دكتور عمر عبد العزيز ودكتور مصطفى جاد ودكتورة أميرة إدريس، ومستشفيات زي الندى وروفيدا. تسمية الأشخاص والمؤسسات دي بالذات مش بس بيعكس امتنان شخصي، لا، ممكن كمان يكون إشارة لحجم الجهد الطبي اللي اتعمل، وقد إيه الحالة كانت معقدة وعدت على خير. صحيح. والظهور العلني ده للامتنان بكل تفاصيله بيورينا كمان حجم التفاعل والدعم من المجتمع اللي حست بيه العيلة. في أوقات الأزمات الشخصية الصعبة دي، الدعم الخارجي ده حتى لو جاي من متابعين على الإنترنت بيكون مصدر مهم للقوة النفسية، وده اللي المصادر حاولت تبرزه فعلا. إذن لو حبينا نلخص اللي المصادر دي بتقدمه لنا، فالصورة العامة هي إن الطفل آدم عدى مرحلة الخطر بعد أزمة صحية خطيرة ومفاجأة ليها علاقة بالزايدة الدودية، وإنه دلوقتي بيتعافى. والرسالة الأهم من الأهل جنب الشكر الكبير للدعم اللي حسوا بيه هي دعوة واضحة ومباشرة: لازم نزود الوعي الصحي عند الأهالي، وما نتجاهلش أي عرض صحي عند أولادنا حتى لو بان بسيط في الأول. وده بيسيبنا قدام سؤال أعمق شوية، وهو دايما بيطرح نفسه لما تجارب شخصية حساسة زي دي بتتنشر للكل: إزاي الأهل ممكن يوازنوا بين الحذر المطلوب لصحة ولادهم وفي نفس الوقت يتجنبوا القلق الزيادة عن اللزوم، خصوصا لما الأعراض الأولى تكون غامضة أو خادعة زي ما اتوصفت.
وهل مشاركة اللحظات دي ليها تأثير إيجابي وبس؟ ولا ممكن يكون ليها تبعات تانية على العيلة نفسها وعلى الجمهور اللي بيتلقى وبيتابع؟ نقطة ممكن نفكر فيها.